يا مساء الجمال على احلى واغلى اخوات في الدنيا كلها. بصوا بقى الاكله دي بالنسبه لي كده العشق، انا بحبها جدا جدا، اكله تحفه جدا، تنفع بقى للفطار وتنفع للعشاء وتنفع كمان لو انت جعان وملكش نفس ان انت تاكل، بتفتح النفس جدا جدا، وينفع كمان ان انا اقدمها مع اي اكله كده، حاجه فاتحه للشاي. انا عن نفسي بعشقها، مش انا وبس، انا وكل اولادي. يلا نشوف هنعمل ايه. معايا كده 2 من البتنجان او اي عدد انت عايزاه وهنشويه. انا النهارده هشويه معاكم على عين البوتاجاز، يعني عادي جدا هولع البوتاجاز وهشويه، بس هعمل له كده فتحه بالسكينه في كل بتنجانه كده من كل جنب، يعني فتحتين كده بالسكينه، واحطهم على عين البوتاجاز. هنا بقى بيتشووا معايا بسهوله وبيتشووا معايا بسرعه، ممكن كمان تشويهم في الفرن مفيش مشكله خالص. اي نعم هو هيبهدل لك البوتاجاز شويه، بس بيتشووا معايا بسرعه وما بياخدش وقت خالص. وكده كده احنا بنمسح البوتاجاز بعد كل طبخة أو بعد كل أكلة. بصوا بقى كده لما ياخد معايا الشكل ده أو يطرى معايا زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كده هو استوى واتشوى كويس وبقى تمام التمام. شايفين كده؟ تمام. يلا بينا بقى كده نشوف احنا هنجهز الخلطة بتاعتنا وهنعمل ايه بالظبط. جبت الكبة، وممكن كمان تستخدمي الهون، وهتحطي فيها التوم، وهتحطي فيها فلفل، فلفل بقى سبايسي فلفل بارد زي ما تحبي، بس طبعا الافضل تستخدمي فلفل سبايسي، هي اصلا الوصفة لازم تكون سبايسي. وهضيف بقى معلقة من الخل كده الابيض، وهضيف بقى البهارات بتاعتي، ملح وكمون ورشة كده من الفلفل الاسمر وكزبرة، وكل البهارات اللي انت بتحبيها او اللي انت بتفضليها في الاكل بتاعك، وشويه كده صغيرين من الكاري. هضربهم كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده، وكده الخلطه بتاعتنا معانا بقت جاهزه. شايفين كده؟ انا طبعا حاطه فلفل سبايسي لان بصراحه الاكله دي لازم تكون سبايسي. تعالوا نبص على البتنجان بتاعنا ونجيبه ونشوف ايه اخباره. وادي البتنجان بتاعنا اتشوى زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى طبق او بولة او اي حاجة، وهبدأ ان انا اقشر البتنجان بتاعي ده بالسكينة كده أو بإيدك، بس طبعا بالسكينة لأنه لسه سخن جدا، لسه طافي عليه النار. هشيل كده القشرة الخارجية اللي احنا شايفينها السمرة دي، بالصوت تتشال معايا بكل سهولة. هنضفها ما يبقاش فيها أي قشر خالص خالص. وبعد كده هاخد البتنجانة بتاعتي في بولة تانية وهبدأ إن أنا أقطعها. تمام كده، بصوا أهي البتنجانة بقت نظيفة وما فيهاش أي حاجة خالص. ولازم طبعا تختاري البتنجان اللي ما يكونش محبب من جوه، علشان اللي بيبقى محبب او فيه بذر ده بيبقى ممرر معاكي. هبدأ ان انا بقى بالسكينة اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا مستوية ودايبة دوب ما فيهاش مشكلة. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا نروح على البوتاجاز. جينا بقى لخطوة البوتاجاز. جبت كده بولة، طبق صغير، ده طبق صغير كده ألمونيا، حلو قوي بينفع في الدقات والحاجات الصغيرة اللي احنا عايزين نعملها. حطيت كده معلقة من الزيت، واحط عليهم كده الدقة بتاعتي. بصوا يعني على كمية البتنجان دي معلقة واحدة بس من الزيت. نزلت بالدقة بقى بالبهار بتاعي كده على النار وهديهم تشويحة. يا سيدي على الريحة، الريحة طالعة ولا أروع من كده. حطيت كمان هنا معلقة كده كبيرة من الصلصة، صلصة الطماطم، وهبدأ ان انا اقلبها مع الدقة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي ولا ريحتها ولا اروع من كده، قلب الدنيا كلها. هنا بقى البتنجان الباقي كان اتشوى معايا، بدأت ان انا اقطعه معاكم زي ما انتوا شايفين كده. وادي الكمية كلها عندي بقت جاهزة. شايفين؟ بحاول بقى ان انا اقطعها بالسكينه زي ما احنا شايفين كده او بالمعلقه، هي اوريدي بتبقى دايبه دوب كده، مش مستاهله يعني مش مستحمله حد يلطها خالص. خلاص كده ادي الباذنجان معايا بقى جاهز. هنجيب بقى الدقه بتاعتنا التحفه اللي احنا عاملينها دي، وهننزل بيها على قلب الباذنجان بقى، ولا طحينه ولا اي حاجه، دي مختلفه تماما عن بابا غنوج يا جماعه، بس طعمها تحفه، عندي ابني بيعشقها. حطيتها كده عليهم، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض كده واخلطهم كلهم مع بعض كده علشان يمتزجوا مع بعض ويتنغموا كده في بعض. بجد لازم تجربوها، تحفة تحفة تحفة. تنفع بقى بقولك تحطيها جنب اي اكل، حتى لو انت ملكيش نفس للاكل هتفتح نفسك جدا جدا للاكل، وبصراحة حلوة قوي قوي، وتنفع كمان لوحدها كده. هنجيب بقى طبق التقديم وهقدم فيه كده زي ما احنا شايفين. بتحطي الكميه حسب ما انت هتاكلي. طب الكميه الباقيه هعمل فيها ايه؟ تقدري تحطيها عندك في بوله او حافظه، وتحطيها عندك في التلاجة، هتقعد معاكي لمده اسبوع، وممكن كمان تحفظيها في الفريزر مفيش مشكله خالص. هجيب بقى عصير ليمونه، هحط ليها كده عصير ليمونه حلوه كده، وهجيب بقى شويه زيت زيتون كده،
وهدلعها، احط لها رشه كده من زيت الزيتون. يا سيدي على الجمال. تصدقوا ان انا جعت. وهجيب لها بقى كده رشه من البقدونس، ودي طبعا اختياري، بس حلو البقدونس والخضار مفيد جدا، غالبا الاولاد مش بياكلوه بس بيحبوها جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ والله التصوير ظالمها، تحفه تحفه تحفه. لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. تحفه جدا، فاتحه للشهيه جدا لو انت نفسك مسدوده. بجد بتفتح النفس قوي قوي للاكل. ممكن كمان تعمليها جنب اي اكل كده كنوع من السلطات. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.